السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشتركين معنا في قناة الدكتور، مع الدكتور خليفة مختار خليفة، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. النهاردة إن شاء الله حبيت أكلمكم عن موضوع مهم جدا. يمكن الموضوع مش يخصنا إحنا أو يخص دكاترة النساء والتوليد أكتر، بس لأن الموضوع بيتكرر علينا كأطباء باطنة برضه حبيت أتكلم فيه. دلوقتي أنا كان بيكشف عندي مريضة وأنا بكشف عليها عادي خالص، هي كانت جاية تشتكي من بطنها، في إحساس ترجيع، في تقلصات في بطنها، في غازات في بطنها. فوأنا بكشف بالصدفة بجهاز السونار لقيت طبعا إن السيدة ديت حامل لسه في حوالي شهرين وما كانتش تعرف. طبعا أنا سألتها قلت لها أنت دلوقتي طبعا في حمل، وقلت لها لسه الحمل في بداياته، وطبعا وجهتها لدكتور النساء. فهي استغربت قالت لي انا بستعمل وسيله اللي هي حبوب منع الحمل، ازاي حصل حمل عليها يا دكتور خليفه؟ طبعا ده سؤال مهم جدا واتكرر عليا كتير جدا، وشفت الموضوع ده اكتر من مره، ان السيده الفاضله بتكون بتستعمل وسيله منع الحمل اللي هي اقراص منع الحمل، وفي نفس الوقت بتكشف تلاقي نفسها حامل. ايه هو السبب اللي يخلي واحدة بتستعمل وسيلة منع حمل اللي هي الأقراص أو حبوب منع الحمل ويحصل حمل على الوسيلة اللي هي الأقراص زي الجنيرة أو الياسمين أو غيرها؟ طبعا في حاجات كتير ممكن تعمل كده. أول حاجة إن الست ديت تفوت جرعة أو جرعتين من حبوب منع الحمل، تقول لك أصل أنا نسيت آخد، أو هي طنشت تاخد. فطبعا تفويت جرعة أو جرعتين أو كذا جرعة بيبدأ يعمل خلل في الهرمونات، وبالتالي ممكن يحصل حمل في أي وقت. تمام، ده أول حاجة، ودي بتحصل كتير، الواحدة تنسى تاخد الحباية بتاعتها أو هي بتفوت بمزاجها. طب تاني حاجة، ان يحصل تغيير في ميعاد الحبايه، يعني هي متعوده تاخد الحبايه الساعه 3 النهارده، خدتها بكره الساعه 6، خدتها بعد بكره الساعه 9، خدتها بعده الساعه 10. فاحنا كده بنبدا ناخد في توقيتات مختلفه، وبالتالي يحصل تغيير برضه في مستوى الهرمونات، وممكن يحصل حمل في الفتره ديت. علشان كده احنا بنوصي السيده الفاضله ان هي تاخد حبايه منع الحمل في الميعاد بتاعها او في خلال 3 ساعات من الميعاد، يعني مثلا تثبت من الساعه 3 للساعه 6 تاخد الحبايه في الوقت ده. انما تغير الميعاد كل يوم تاخده مره الساعه 3 ومره الساعه 10 ومره الساعه 1، ما ينفعش الكلام ده كله. يبقى لازم نثبت ميعاد حبايه منع الحمل عشان ما يحصلش خلل في الهرمونات. بعض السيدات اللي هما بيعانوا من السمنه المفرطه، ممكن لا قدر الله حبايه منع الحمل ما تجيبش نتيجه معاهم قوي ويحصل حمل، لان الحبايه يعني ما بتاثرش على مستوى الهرمونات قوي، فممكن يحصل حمل في الفتره ديت. طب ايه تاني ممكن يحصل؟ لو الواحدة جالها لا قدر الله نزلة معوية شديدة، جالها إسهال زيادة أو ترجيع زيادة، وبالتالي هيبدأ يعني الحباية ممكن ما تستفيدش منها وترجع الحباية أو تنزل بسرعة في الإسهال، فما بيحصلش استفادة في الحباية، وبالتالي هيحصل كده تفويت للجرعة، وبالتالي ممكن يحصل حمل. عشان كده بنقول للسيدة الفاضلة اللي جالها نزلة معوية شديدة إن هي تاخد حباية تانية في نفس الميعاد، بحيث تظبط مستوى الهرمونات في الجسم وما يحصلش حمل طبعا بسبب النزلة المعوية اللي موجودة. طبعا بعض السيدات ممكن اللي يكونوا بيعانوا من اي تعب او اي مرض، وبالتالي بياخدوا علاج وما بيعرفوش الدكتور او الدكتور الفاضل ما بيسالهمش اذا كانوا بيستعملوا اي وسيله زي الحبوب لمنع الحمل او بياخدوا اي علاج، فبيحصل تداخل دوائي بين الحاجه اللي بياخدوها مع حبوب منع الحمل، وبالتالي بيضعف مفعول حبات منع الحمل وممكن يحصل حمل عليها. ايه اشهر الادويه اللي ممكن يحصل معاها حمل؟ المضادات الحيويه زي ماده الريفامبيسين، طبعا بيأثر على مستوى حباية منع الحمل وبيأثر على الامتصاص بتاعها، وبالتالي ممكن يحصل حمل في الفترة اللي انت بتاخد فيها ريفامبيسين. او ادوية الفطريات زي الجريزوفلوفين، برضو لو انت خدتيها مع حبوب منع الحمل ممكن يحصل حمل عليه. وبرضو في ادوية زي الملينات، والناس بتاخد ملينات على الفاضي والمليان، بيأثر على امتصاص حبات منع الحمل لو احنا خدناهم مع بعض، وبالتالي ممكن يحصل حمل في الفترة ديت. برضو من الأدوية اللي ممكن يحصل معاها، يعني في عشبة بنسميها سانجون. العشبة ديت لو انت خدتها او لو انت خدتيها مع حبوب منع الحمل ممكن يحصل حمل مع العشبة ديت. علشان كده لازم نقول للسيدة الفاضلة تخلي بالها ان في أدوية ممكن يحصل معاها تفاعل مع حبوب منع الحمل ويحصل حمل مع الأدوية ديت. عشان كده ناخد بالنا، ويفضل ان الطبيب يسأل المريضة
الطبيب طبعا راح عنده دكتور الباطنة او دكتور الصدر او اي دكتور انف واذن، يسألها انت بتاخدي ايه وسيلة لمنع الحمل عشان ما يحصلش تفاعل دوائي بين حبوب منع الحمل واي ادوية تانية تاخدها. وبالتالي احنا لازم نخلي بالنا، ويا ريت اي واحدة ست بتكون في فترة من السن بتاعها ممكن يحصل فيها حمل، اي دكتور يسألها هي بتستعمل وسيلة ايه عشان ما يحصلش تفاعل دوائي ويحصل حمل. وممكن الست ديت ما تكونش اصلا ظروفها الصحية تسمح اللي بيحصل ان يحصل حمل، وبرضه ممكن تكون ظروفها المادية صعبة شوية والحمل هيبقى بالنسبة لها مشكلة. وده كان موضوع بسيط حبيت اعرفه لكم، لانه بيقابلنا كتير في العيادة. واحدة بتيجي نكشف عليها نلاقيها حامل مع انها بتستعمل حبوب او اقراص منع الحمل، وبالتالي لازم نشرح لهم الموضوع ونفهمهم ياخدوا الادويه امتى وما يفوتوش الاقراص او الحبايه، ولو حصل اي ظرف نفهمهم يستعملوا ايه. وده كان موضوع بسيط حبيت اقوله لكم، بس موضوع مهم جدا 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 لانه بيتكرر كتير سواء في المستشفى او في العياده او في اي بيت. فيا ريت نقول لكل سيده ونشرح لها ازاي تستعمل الوسيله، ولو حصل ايه تستعمل ايه، وهي برضو تقول للدكتور اللي هي ماشيه معاه ان هي بتستعمل وسيله ايه. وان شاء الله اقابلكم في حلقات جايه كتير مع الدكتور خليفه مختار خليفه، اخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.